السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والخير والبركة على أطيب قلوب في الدنيا، ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحقق كل أمانيكم، آمين يا رب العالمين. النهارده إن شاء الله روتين جميل جدًا، إن شاء الله هيعجبكم، هنعمل حاجات حلوة أوي، هنعمل بقى الفطير المشلتت. أنا تقريبًا أنا ما عملتش في القناة قبل كده، عملت لكم أنواع فطير تانية بطريقة بسيطة خالص، وإن شاء الله تعجبكم، وكمان بقى هنعمله بقى حلو بقى وحادق وسادة. يا رب طريقتها تعجبكم. هي طريقته بسيطة جدًا، ما لهوش أي مكونات، هي الدقيق والحبّة ده وذرة الملح. بكيلو دقيق ما شاء الله هنعمل كده 3 فطاير كده كبار كده ما شاء الله حلوين. يعني العيال كده هياكلوا ويتبسطوا ويتدفّوا كمان في الساعة اللي إحنا فيها ديّة. وكمان بقى يعني الفطيرة التانية الحادة دي هاعملها بإيه، اللي هي البيتزا الشرقي دي، بحتّة لحمة مفرومة صغيرة كده. لمّا لمّا عملتها افتكرت واحدة شيفة دمها خفيف أوي، طول ما بتعملي أكلة كده جايبة بقى لحمة مفرومة، كفتة، بانيه، خدي اسرقي حتّة كده تسد لِك في أكلة تانية. يعني خدي يعني مثلًا يعني تُمن كده، حتّة بانيه تعمليها في أكلة تانية، وفعلًا في أكلات تنفع أوي حاجة بسيطة يعني ب8 كيلو لحمة مفرومة ممكن تعملي بيها مع شوية خضار وشوية فلفل وشوية بصل مش عارفة إيه، هتلاقي الكمية معاكِ كبيرة ما شاء الله وحلوة. تعملي بقى مكرونة بالبشاميل، نجريسكو، فطيرة زي اللي هنعملها الجميلة دي النهارده، وفي الفطير اللي هو العادي، البانيه بيتعمل حاجات كتير، يعني الأكلات دي ما شاء الله لها أشكال وألوان أشكال كتير. المهم يا حبايبي كده كنت شايلة بقى حتة كفتة صغنونة كده عسّقتها وسِبتها، قُلت أعمل لهم بقى الفطيرة، هُم طلبوا مني بيتزا قُلت أعمل لهم بقى البيتزا الشرقي. شُفتوا بقى القطط والفيران ينتهزوا فرصة بقى كده وأنا باجيب الحاجة كده وأنا في المطبخ يقعدوا يلقطوا بقى. اللي أنتم شُفتوه يا حبايبي كده أنا عملت دلوقتي الحشوة بتاع الفطير، ودي الفطيرة بقى أنا قطعتهم كده 3 كِوَر وكورتين صغيّرين، والحشوة أنتم شُفتوهم دي كاستر واللحمة المعصجة اللي قُلت لكم عليها. كاستر يعني زي طريقة المهلبية نفس الطريقة بالضبط، أو يقولوا عليها القشطة الكدابة. بس جِبت كيس كاستر تمن النشا، جايبة كيس ما شاء الله حلو كده ب5 جنيه، حطيت عليه حبة اللبن بس وحطيته على النار بس، زي طريقة المهلبية بالضبط. بس عملت بقى الفطيرة الصراحة كان طعمها فظيع، وكمان هي بعد ما بتخرج كده تتسقي باللبن، مش هاشوف كل طريقة معاه. هنا بقى طبعًا أنا كورتهم سِبتهم بقى يرتاحوا كده حوالي كده تِلت ساعة، نُص ساعة كده، طبعًا لازمًا العجين يرتاح كويس جدًا عشان طبعًا لا في خميرة ولا في بقى بيكنج باودر ترفع معانا الحاجة، لازمًا ترتاح كويس. طبعًا بقى دي ما بيتعملش بقى إلا بالزبدة يا حبايب قلبي زي ما أنتم عارفين، أكل بقى الفلاح الجميل الأصيل ده. طبعًا الطبلية اللي قدامي طبعًا منضفاها كويس جدًا، مجهزاها عشان أعمل فيها. هافرد بقى كده والقطع اللي شايفينه ده ما فيش مشكلة خالص. كل ده ما بيبانش في الفطير، إن كله بيتطبّق بقى على بعضيه بعد كده ما كله بيتضرب في بعضه ما بيبانش. طبعًا دقيق الفطير بيتعمل بدقيق المعجنات، ما بيتعملش بدقيق الحلويات خالص، لو عملتيها بالحلويات هتبقى معاكِ كده زي الأستك وما تعرفيش تفرديها، وكمان لمّا ما تستوي تبقى الفطير كده ناشف. طبعًا بتاع دقيق الحلويات بيتعمل بالحلويات بس، أمّا دقيق للمعجنات طبعًا اللي هو دقيق المعجنات. طبعًا كل ما بافرد بقى وبادهنها كلّها كده بالسمنة، أهم حاجة طبعًا نحط لها سمنة في كل حتة. تطلع معاكِ كده مورقة وجميلة. حتى سيف يقول لي: "يا ماما اتخرمت." مش عارفة إيه، بيقول تجيبي حتة عجينة ألزقها، تقول له: "ما تلزقش ولا تعمل." هي كلها نعمل الفطيرة مش هتبان خالص. طبعًا إيه، الفيران اللي جنبي دي ما فيش مشكلة، مشكلتهم حكاية. برضك راحوا جابوا اللي جابوها اللي معاهم الكرزونة ديّة، إحنا يعني عندنا في الصعيد بنقول عليها الكرزونة. دي كانت بيتعمل فيها الشاي، مخصوص الشاي زمان. دي كنت عاملة فيها الكاستر، طبعًا جابوها بقى قعدوا بقى إيه، يلموا البواقي. طبعًا إحنا الخاصة ده كنا بنعملها وإحنا صغيرين برضه. هو جايبها بقى مكسوف يعني وحاططها تحت الطاولة، قُلت له: "عادي يا حبيبي، طلّع وكُل براحتك."
حبايبنا كلّهم طيبين وقلبهم طيب، وإحنا بنحب كده نقعد على طبيعتنا. هنا بقى حطيت بقى اللي هي ح ال ال الف الأول الفطيرة الصغنّنة ديّة فردت واحدة صغيّرة اللي هي حبايبي عشان أعمل لها مسند، مسند للحشو، عشان حطيتها كده من غير واحدة هتبقى خفيفة كده وتتهرق تتقطّع مننا، فباعمل لها بقى حتّة صغيّرة، عجينة صغيّرة كده وأفردها، واحطها في النُص، ده أحط عليها الحشو، حطيت الحشو زي ما أنتم شفتوا كده وقفّلتها، ممكن تحطّي بقى ياه جبنة رومي عليها، تحطّي بقى موتزاريلا أنا قُلتها صح والّا إيه؟ موتزاريلا دي ما تركّزوش معايا يا جماعة، ده أنا عيال بيتريقوا عليّا على كلام التريقة. وممكن تحطّي بقى حبّة فلفل، بس أنا استكفيت بقى وأنا باعملها حطيت لها فلفل وبصل استكفيت بكده، أنا أحط لها بس حتّة جبنة كده رومي كده على الوش أمّا آجي أسوّيها، بس أخلّيها كده لمّا أسوّيها نُص السوا كده عشان الجبنة ما تتحرقش مننا، أحطها على الوش، ممكن بقى على الوش تحطّي كمان أيوه زيتون، تبقى جميلة أوي، على الفلفل، على الجبنة الموتزاريلا يعني هتبقى عشان تدّيكِ الشكل البيتزا يعني. هنا بقى عملت الفطيرة التانية والحتّة بقى اللي قُلت لكم اللي هي المَسْنَد دي حطيتها، طبعًا الفطيرة السادة مش باعمل لها بس الفطيرة الصغيّرة أو المَسْنَد ده، دي بنعملها بس عشان الفطير اللي بنحشيه، الفطيرة التانية بقى دي عملتها سادة من غير حاجة، هنا بقى الكاستر معانا اللي عملناه، كنت بابُص بقى تعالَ العيب أحمد بينكش عند الكاميرا باقول له حاسب الكاميرا، طبعًا العيال حواليك يبقى قلق، هنا حطيت بقى الكاستر كده في النُص بقى باقفّلها برضك كده، كل طبقة باحط لها إيه سمنة، دي الفطير بقى الصعيدي الجميل، طبعًا أنا حطيتهم كده على الصينية بتاع الفرن، وما فردتهاش بقى باسيبها تريح شوية وبعد كده أفردها، عشان ده أفردها كويس، دخلتهم بقى الفرن، وتسوية الفطير كانت بتبقى النار تبقى عالية عشان إيه يرتفع معانا كده وينفش معاكِ كده هنا بقى ده الفطيرة إيه، أنا باحط لها بقى اللبن طبعًا يبقى بارد خالص ما تحطّوش سخن أبدًا، عشان الفطير سخن واللبن يبقى سخن هيتعجن منِّك، طبعًا اللبن يبقى بارد، ورشيت على الفطيرة كده اللي هي بكاستر عليها اللبن، الصراحة كان طعمها فظيع، الصراحة الكاميرا طبعًا كالعادة ظلماني، الصراحة كان الشكل مختلف خالص، والطعم ما أقولكمش والله كان فظيع جدًا، دي اللي كانت بتتكستر بس للأسف مظلومة، ده الأصفر ده الحشوة بتاعتها، الإضاءة مظلومة معايا خالص، الصراحة كان طعمها بقى فظيع، جربوها على ضمانتي إن شاء الله هتعجبكم، والطبقات ما شاء الله يعني كويسة، يالّا الحمد لله عرفنا نعمل برضك المهم العيال كلوا واتبسطوا والحمد لله. ودي الفطيرة اللي عملتها السادة شايفين ما شاء الله جميلة اهي وطبقتها اهي دي ما شاء الله دي سادة خالص والتانية اللي عملناها باللحمة المفرومة واتمنى الفيديو كان عجبكم مع ألف سلامة.